السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا جاية النهاردة اقول لكم على 5 خطوات لو كل واحد فينا طبقها في الشغل بتاعه هيبقى احسن موظف في المكان اللي هو بيشتغل فيه. ده مش كده وبس، ده هيرتاح في الشغل بتاعه راحة ما بعدها راحة. 5 خطوات كل واحد فينا يحاول ان هو يطبقها في شغله. اول حاجة بنصح الناس كلها ان انت اي حاجة صغيرة بتعملها في شغلك افور فيها. يعني ايه افور فيها؟ يعني حاسس الناس اللي حواليك ان انت عملت حاجة كبيرة جدا، حاجة عظيمة خالص. يعني مثلا لو انت بتشتغل في بنك، افور في اي حاجة. يعني مثلا نقول لهم إيه يا جماعة، انا اقنعت العميل انه يفتح حساب عندنا في البنك. يا جماعة انا فتحت الحساب، يا جماعة انا عملت كده كذا. الافوره اللي انت بتعملها دي في الحاجه الصغيره العاديه اللي انت اي حد ممكن يعملها، لا بيديك يعني لا ده انت موظف شاطر، ده انت موظف مجتهد وهكذا. طيب، حاجه كمان، انا عايزاك تكاتشن على زمايلك في الشغل. يعني ايه اكاتشن؟ يعني مثلا انت مش مدير، انت موظف عادي صح كده؟ لا انا عايزاك بقى تعمل نفسك مدير. روح كده لزمايلك وشوفهم، حد محتاج حاجة تساعده فيها، حد عنده مشكلة تحلها له، حد عنده خناقة، في خناقة دايرة في الشغل تخش وتفضها، أي مشكلة تحلها بدل مديرك وهكذا. بالطريقة دي هتحسسهم ان انت قائد بالفطرة، وجاهز ان انت حقيقي تترقى وتبقى قائد ليهم او مدير ليهم. دي تاني حاجة. طب حاجة كمان، ما تخلكش في حالك. يعني ايه ما خلينيش في حالي؟ انا بروح بشتغل وخلص شغلي وامشي؟ لا، ما تخليكش في حالك. الموظف اللي قاعد في حاله وجاي يشتغل لا، ما ينفعش اليومين دول في الشغل. طيب المفروض اعمل ايه؟ المفروض بقى ان انت تفضل تروح تزور زمايلك في الشغل وتبصي ده بيقول ايه، تتكلم معاه، ده تروح تشرب معاه قهوة، ده تقعد تهزر معاه وهكذا. وتبتدي تحاول ان انت تتابع كل صغيرة وكبيرة اللي بتحصل في الشغل بتاعك، وهو ده اللي هيخليك تفلح. طب مش كده وبس، انت لو فضلت بس تشتغل، لا انت يلا بقى خد شغل كمان فوق شغلك. لا انت بتخلص الشغل ده خد كمان الشغل ده. لكن لما بيلاقوا الراجل ده لا ما بيقعدش كتير، ما بيشتغلش كتير، ما بيحملوش. طب والله ده اللي بيحصل، اللي بيشتغل كتير بيديله شغل كتير، واللي انا طلعته بتشتغل كتير بتغلط كتير بتتجازى كتير. فلا، هدي شوية كده في الشغل، مش لازم تشتغل على طول، اشتغل شغلك وبس. طيب حاجة كمان، مديرك لازم تحط في دماغك انه اشطر واحد في الكوكب، حتى لو انت مش مقتنع بكده. لا معلش، انت لازم تحط في دماغك ان مديرك ده انا بتعلم منه واتعلمت منه وهتعلم كمان منه. ده اشطر واحد على الكوكب اللي احنا عايشين فيه. طيب، اخر بقى حاجة ودي لازم حقيقي لازم تتمسك بيها، ان انت تطلب بحقك وتزن في طلب حقك. يعني مثلا مش يكون لك حق فتتكسف وتقول لا انا هستنى ان هم يدوني حقي، انا هستنى ان المدير بتاعي يرجع لي حقي. لا دي ما بتحصلش. انت شاطر وتستاهل الترقية، انت تعبت وتستاهل الترقية، لا تفضل ولا حقك لحد ما تاخد حقك. يعني في جملة بتقول ما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. يعني زي ما انت اديتهم حقهم وتعبت واشتغلت وطلعت لهم النتيجة اللي هم عايزينها، انت كمان تطالب بحقك. انا من حقي ان انا اترقى، ان انا من حقي اخد مكافأة، من حقي اخد حاجة احسن، والكلام ده كله انك ما تتسواش بالناس اللي ما اشتغلتش. يعني اشتغلت خد حقك، ما تسيبش حقك. لو انت مشيت بقى على ال5 خطوات دول، انك تكاتشن على اصحابك اللي هم زمايلك في الشغل، انك تبقى عارف ان مديرك ده اشطر واحد، انك تأفور في كل حاجة، وانك ما تخليكش في حالك، وانك اخر حاجة انك تطالب بحقك. ما تسيبش حقك، محدش هيجيب لك حقك. انت اللي لو زنيت وطالبت بحقك هيجي لك حقك لعد عندك. دول يا حبايبي اهم 5 خطوات لو كل موظف فينا مشي عليهم هيرتاح في شغله، هياخد حقه، ومفيش حد هيتنطط عليهم، ومفيش حد هياخد حقه. بالعكس، هيبقى قاعد مرتاح في الشغل ده. وبالتالي مادام مرتاح في شغلك هتلاقي نفسك بتروح وبتشتغل وبتدي المكان اللي انت فيه ده هو بتديله حقه. اتمنى ان الكل يعمل بالنصايح ديت. احنا كلنا تعبنا في شغلنا لحد ما وصلنا لل5 خطوات. ال5 خطوات اهم جايه لك على طبق من ذهب زي ما بيقولوا.
استفيد منهم وحاول انك تنفذهم في حياتك العملية. شكرا يا حبايبي، سلام عليكم.